كل واحد كان مستني خطأ التاني. فالخطأ الأول ارتكبه أتلتيكو مدريد اللي دايما ملتزم من الناحية الدفاعية. كرة ثابتة اتحركت، اتلعبت لفينيسيوس بعرضية، تلاقت ميليتاو حطها بقوة دخلت المرمى. هنا الخطأ الكبير في تمركز روديجر وأيضا ميليتاو، ومهارة كوريا أرجنتيني بنص متر رقص كورتوا اللي حوالي متر و90 ولا متر مسافة قصيرة جدا. أيوة. أنا استغربت من المراوغة، تمرير وطرد مستحق. ده بقى نجم المباراة، الحكم ده، الحكم نجم المباراة. مع كابتن طارق اختار ميليتاو، الناس اللي بيفرجوا تم اختيار فالفيردي في المباراة، انما بالنسبة لي انا نجم المباراة هو الحكم. طيب الآن الترتيب. الآن هي كويس ترتيب. لا الآن الترتيب ممتاز. لعبوا الديربي اتلعب لصالح برشلونة. صحيح لصالح برشلونة. يعني هل هذا يصب لمصلحة الليغا بأن يعني يتعادل ريال مدريد اتلتيكو مدريد ويخسر برشلونة في هذه الجولة؟ احنا ما زلنا في الجولة الثامنة، ما زالوا 30 مباراة. يعني أهم شيء أن ثلاثي هما اللي باش يتنافسوا على البطولة، أتلتيكو والريال والبرصا. صحيح البرصا اليوم بعد المباراة استفاد، بعد الهزيمة استفاد نقطة، بقى 3 نقاط على الريال، لكن ما زالت مباراة صعبة. الريال استفاد. بالنسبة للريال الموسم الماضي الريال خسر 3-0 في ملعب اليوم تعادل في ملعب اتلتيكو. تعادل بالنسبة للريال، لكن المباراة كانت قوية بصراحة، فيها كل شيء، التحامات قوية، اندفاع بدني، المدربين قاموا بتغييرات جيدة، خصوصا فنية مش لا فنية لا، لكن ديربي قوي زي الزمالك ما شفناش مباراة كبيرة. هذا هو الديربي، الاوراق الصفراء، الاوراق الحمراء، الحكم كان ممتاز، الجمهور لعب دور كبير، رجوع اتلتيكو. نعم، في رجوع توقف هذاك، رجع اتلتيكو بقوه. تغييرات سيميوني، جاب 3 مهاجمين سيميوني اليوم. شوف برافو عليه. احيانا يقول لك الجمهور اللاعب رقم 12، اليوم كان رقم 12، لكن اليوم اللاعب رقم 1 جمهور اتلتيكو مدريد، مع العلم بانه يعني تسبب باعمال شغب. صحيح. لكن دليل على غضب الجماعه، عدم رضا في حال تسجيل هدف الافضليه للريال. غريب سيميوني تقول لماذا ما لعبش مباراه من الشوط الاول، لعب بالطريقه هذه. نعم، على كل حال سندخل في التفاصيل هذه كابتن طارق، لكن نعيد ونكرر مشاهدينا الاعزاء ما حدث في هذا اللقاء، لان هذا اللقاء لقاء يعتبر مرجعي للجميع، للجماهير، للحكام، للجان التحكيم او اللجان القانونيه في عالم كرة القدم، والجدل وما حصل على مستوى إلقاء الولعات أو القدحات على مستوى أرضية الملعب. سنناقش معكم بعض الأشياء أو جزئيات من قوانين القانون الإسباني للرياضة في حال أحداث الشغب، وتطبيق حكم اللقاء بما حدث مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء. طبعا عقوبات القانون الإسباني للرياضة في حال أحداث الشغب والعنصرية، في حالة تم إبلاغ الحكم بسماع عبارات عنصرية، يقوم أولا بإيقاف المباراة ويطلب من أمن الملعب إخراج مرتكبي هذه الأفعال العنصرية من الملعب. هذا أولا. ثانيا، إذا تعذر إخراج مرتكبي الشغب أو العنصرية يتم إلغاء المباراة. وتتراوح العقوبات المالية على الجماهير التي ترتكب هذه الأفعال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والرياضي وكل شيء تقريبا، غرامات من 150 يورو حتى 65 ألف يورو حسب درجة المخالفة وحجم الضرر الواقع من خلال هذه الحادثة. كما تطبق أيضا عقوبة الحرمان من دخول الملاعب من شهر حتى 5 سنوات، وهي مدة كبيرة يعني. الآن بداية مع افتعال هذه الحادثة أو حالة الشغب، هذا القانون كابتن محمد أو جزء من القانون صح التعبير؟ بعض بنود القانون، بعض من بنود القانون، البروتوكول الخاص بالشغب والعنصرية الجديد الذي نوقش مع اللاعبين والمدربين والحكام. ورابطة الدوري الإسباني ادت تعليمات صريحة للحكام بتنفيذ هذا البروتوكول نصا، وله خطوات. هذا الحكم اللي بدون شارة دولية
كان نجم المباراه ونفذها كما يقول البروتوكول. ممكن يحصل على إشارة دولية بعد هذا اللقاء؟ يستحق؟ في عدد سنين معينه وفي خبرات معينه. نعم. انما كان قرار جريء، انه قرار قرار ديربي في بعض لمدرب، الحكام تتردد لحكم شاب ما عندوش الخبرات، انما ادارها كما ينبغي بامتياز. طبعا انا بالنسبه لي ده نجم المباراه، هذا مباراة الحكم. كبيرة لأن ضغط كبير عليه، وفي اندفاع وفي إيقاف المباراة، يعني تحسوا أنه تركيزه كبير. نعم. ومعناتها قام بالواجب نتاعو، قام بالواجب وطبق القانون، طبق القانون بحواذيفه. وكابتن طارق وهادي هادي بدون تنرفزه، بدون مشال، يعني مش عصبي. اي مشى الانشيلوتي، مشى الواحد، ومن بعد مشى مش مزانه. مش حضرتك طبعا مزانه الحكم الاسباني يديك، هو رايح يديك الكارت، عينيك كده بتبرق ومتعصب وبتاع، انما الحكم كان هادي تماما ونفذ زي ما قال القانون والبروتوكول. لكن يحسب لدييغو سيميوني، خيمينيز، وايضا كوكي في عمليه محاوله المناقشه صحيح. مع الجماهير لتهدئه الجماهير. احسن ناقشوا، مشاو الجماهير نتاعهم، وهذا هام جدا ان المدرب، لان المدرب محترم يحبوه الجمهور، حتى اللاعبين راحوا، لان بالنسبه لهم دور الجمهور هام جدا. شاهد هذه ولعتين كابتن، ولعتين. نعم. ذاك الحكم معناتها مراقب المباراه، وكوكي تدخل، اللاعبين الكل دخلوا، ومن حقه كورتوا، ما نلوموش على كورتوا، من حقه كورتوا انه معناتها يعلم الحكم بالعنف هذا. واعتقد ان اليوم شاهدنا اشياء جديده في الدوري الاسباني هامه جدا بالنسبه لمستقبل الكره الاسبانيه، لان دور الجمهور هام، لكن الجمهور يجي يتفرج ويشجع. واضح ان اللقاء هذا يعني غير، لا يعتبر لقاء ودي. اي صحيح. اكس اتلتيكو يا صحيح. كورتو اكس اتلتيكو صحيح. يعني يؤشر كان يلعب في اتلتيكو صح. لكورتوا يعني كان انتهى الحديث. انت السبب، بس ولم ينظر الى وجه كورتوا ايضا. خلي بالك في قصص على كورتوا واتلتيكو مدريد وانتقاله للريال مدريد فالحاجات دي بتبقى ليها خلفيات. نعم. انما ده لا يلام، ما ينفعش. ده اللي اتحدف عليه ولعته، اتحدف عليه كل حاجه. شو فده بقى في الاخير هو لاعب جاي يلعب، مش جاي يتحدف عليه ولا ولعات ولا طوب ولا فالحاجات دي لازم يطبق فيها القانون زي ما طبق فيها الحكم. خلي بالك القانون المدني في اسبانيا خد عقوبات ومتتراوح بالسجن للناس اللي اتهموا او شتموا فينيسيوس بالعنصريه. دي ايضا خطوه ممتازه للقضاء على الشغب والعنصريه في الملاعب الاسبانيه. نعم. لانه لازم انت تواجه هذه المظاهر بقانون وتصرفات وتوعيه، زي ما احنا بنقوم بدورنا البي ان. احنا ما بنتكلمش رياضه بس، في توعيه وفي دور ثقافي لازم نقدمه للمشاهد. انت مش جاي تتفرج على كوره بس، انت جاي تتفرج على حاجه كوره بس، هناك ايضا حاجات مشاكل في المجتمعات لازم تواجهها، وقضايا مهمه لازم تواجهها. فانت لو عايز تسمع كوره بس اطفي. احنا مش بتوع كوره بس، احنا بتوع كله، احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافه. لان مش دورنا بس ان احنا نقول لك الكوره دخلت الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر، حكم في قضايا اهم. فلازم تبقى ملم بكل حاجه، مش جايه الكوره بس. الكوره مش كوره دلوقتي بس، الكوره حاجات تانية، واللي زعلان ازعل اطفي. انما مش دورنا ولا حتى انا بتكلم عن نفسي، مش هيبقى دوري بس ان انا اجي اقول لك بيلعب 4-4-2 4-3-3. لا مش دوري. لو دوري هقعد في البيت، دي رساله عندي، دي دورنا كلنا. انا بتكلم عن نفسي. فاحنا قناه كبيره، القناه الكبيره ليست في الرياضه فقط، لها دور ثقافي، لها دور توعيه، لها دور تربيه. فانت لو عايز تسمع كوره بس في قنوات ثانيه، انما احنا لا، ده السيناريو بتاعنا. ومفيش حد، احنا خلي بالك احنا مفيش تعليمات، في حريه وفي خطوط عريضه شو ما بنتعداهاش. بس شو الهدف؟ روديجير، خطأ من روديجير.